السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على صحفي أمريكي الذي تم طرده من ملعب أحمد بن علي بسبب دعم المثلية. أكدت قطر قبل بداية فعالية بطولة كأس العالم على منع تواجد شعار المثليين بملاعب البطولة، حيث تستضيف دولة قطر بطولة المونديال خلال الفترة بين 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل. تم منع الصحفي الأمريكي جرانت وال من دخوله ملعب مباراة منتخب أمريكا ضد الويلز، وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022. وقام الأمن القطري بمنع الصحفي الأمريكي جرانت وول من دخول ملعب المباراة بسبب ارتداء تيشيرت عليه شعار المثلية، وتمت مطالبته بتغيير القميص. ونشر جرانت وول عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال: الآن حارس آمن يرفض السماح لي بالدخول إلى ملعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية والويلز. عليك أن تغير قميصك، هذا غير مسموح. ويذكر أن هناك 7 منتخبات أوروبية قد أكدت أنها تراجعت عن قرارها بارتداء قادتها إشارة دعم المثليين خلال مباراة كأس العالم قطر، وذلك لتجنب العقوبات.